السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه عليه والسلام. الصلاة والسلام. جينا لكم في تحدي. أنا عايز التليفون أقول أسامي حبايبي، معلش والله نسيت حبايب عمري. ربنا يبارك فيك. طبعا جينا لكم في تحدي جديد، المحشي المشكل. حبيب قلبي المحشي المشكل، خصوصا الكرنب أحلى حاجة. انا خصوصا ورق العنب حلو قوي، بص زي الفل. مية وكله ما بيهمنيش. وكل واحد نص فرخة. على كام؟ على 7 دقايق. على 7 دقايق. تمام. ضد مين؟ مصطفى ضد وفاء ومصطفى. روحوا شوفوهم خلصوا في قد ايه. طبعا اللينك طبعا بتاعهم في اول كومنت مسابقه. حبيبي قال لي يا بابا كفايه بقى كده قوي، ده انت شكلك بقى وحش قوي قدام الناس، تعالى يا بابا كسبك مره. قلت له يا حبيبي طبعا لازم الواحد يكون سند ابوه. ربنا يبارك فيكم وفي اولادكم يا رب. يا رب. يلا نبدا ونقول بسم الله. هتقول اسامي حبايبنا في طبعا الآخر؟ اقول في الاخر، وعايز احكي مع حبايبي شويه. ماشي. والله يا فارس انا عايز حوالي 100 حلقه احكي لحبايبي اللي جوايا، والله فعلا. انت فاهم. بس هقول لكم ملخص بسيط كده، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، وقولوا لي اعمل ايه. لان انا ربنا وحده هو اللي يعلم بيه. يعني انا بين سندال ومطرقه. هقول لكم بعد ما اكل، هقول لكم ايه اللي انا اللي فيا، وحاولوا ساعدوني. ان شاء الله خير. يلا شغل التايم. ماشي. كل واحد طبعا نص فرخه محمره مشويه. مشويه. جاهز. انا جاهز. 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يلا فرت عشان الوقت. متقلقش. بسم الله. طبعا في حد واقف قلبه ويدق. وحبيبي عارفين مين اللي واقف. اكتبوا لنا في الكومنتات مين اللي واقف وقلبه بيدق. وكل لبيب بالإشارة يفهمه. صح، هو اللي انتوا كتبتوه. سمعت صوته؟ اكل محشي ولا فراخ؟ ايه؟ اكل محشي ولا فراخ؟ الاثنين. انا بغمس الفرخه بالمحشي.
يا فلفل جامد أوي. يلا يا وحش. حبايبي ايه عملتوا ايه؟ فات وقت قد ايه يا فارس؟ بالامانه يا فارس في دقيقتين لسه فاضل 5. بتهزر؟ اوكي فاضل دقيقه؟ على مهلكم يا جماعه، انتوا حد بيجري وراكم؟ طب كل الفراخ اللي عندك عشان هتتحسب عليك. الكلب. ايه ده؟ والفراخ دي كلها اكلتها؟ ده انا اكلت الجناح. بص بص الفراخ قد ايه، يقول لي كلت ايه؟ بقول لك بجد. مليانه فراخ على فكره. لا فيها برضه. لا. والله لا طلعها قدام الناس واوريها. محروق ده. محروق ايه؟ حتة محروقة من الشوي. الجلده بس اللي بتبقى محروقه. ما بتاكلش بما يرضي الله يا ابراهيم. اوريك؟ امال اللي ورايا ياكلوا ايه؟ وراك مين؟ كل الدجاج الاول عشان هوريه للناس. بص فارس ما شاء الله فعلا فارس خلصه الدجاج، لكن ابراهيم سايب دجاج كتير. اتفضل دي. بص ايه مش لاقي؟ فارس بص على ابوك وشوف فعلا فيها دجاج ولا لا. اهو دي ما فيهاش دجاج. دي مش دجاج. دي كل دي مش دجاج. ماشي انا ماشي حبايبنا يقولوا. طيب انا عايز نغسل ايدينا ونيجي نغسل ايدينا ونيجي. عايز اقول لحبايبي كام كلمة كده. ورجعنا تاني بعد الحمد لله ما خلصنا. احلى اكل. بسرعه. ثواني بس يا ابراهيم عشان ام امير طبعا دي حبيبه قلبي اسمها ام طلال. هو الايميل باسم ام امير بس هي اسمها ام طلال من العراق. بتقولي بالله عليك يا ست وفاء تقولي اسمي علشان تسمعكم صديقتي المصريه الست ناهد ام مصطفى. حبيبه قلبي يا ست ناهد اتمنى طبعا انك تسمعي نداء ام طلال وتحاولي تتواصلي معانا او تكتبي لها كومنت لانها نفسها تتواصل معاكي جامد جدا. هي مش لاقيه عنوانك. هي انتوا كنتوا عايشين انتوا الاثنين في شمال العراق. احلى ايام اكيد طبعا. في برضو حد من حبايبنا الله يبارك لكم يا رب ويصلح لكم حالكم. النهارده في السوق ماشي انا ووفاء 3 اولاد كده زي العسل جري ورانا كانوا عارفيننا. سيد وزياد
وعمر تقريبا. ايوه سيد وزياد وعمر. هجيب لك الاسم عمر وسيد وزياد، مظبوط. ربنا يبارك فيك يا رب وفي حبايبنا كلهم. كنت بإذن متخيله الله. ان احنا في المكان ده هنلاقي فانز لينا حبايب قلب. ربنا يبارك ومتابعينا فيهم يا حبايب رب، يبارك فيهم. لقيتهم بيجروا ورايا، هو حضرتك اللي بتطلع على اليوتيوب؟ قلت لهم يا حبايبي. كسبت خالص. الله يصلح عسل ما شاء حالهم الله حبايبي، لو عليك. بتتفرجوا علينا احنا قلنا اساميكم يا حبايب قلبي اهو. طيب في برضو حد بيقول، اسمها دلال حبيبه قلبي، بتقول صحه وهنا على قلوبكم يا رب، اعشابكم منورين، الله يسعدكم يا رب. وفاء واستاذ ابراهيم، الله امانه يبارك ادعوا لي، فيكم، ربنا يبارك فيكم. امانه ادعوا لي وقولوا للمتابعين يدعوا لي، انا مريضه سكر وابي ربنا احمل، يشفيها ويعافيها. ابي دعائكم، عايزه تحمل لابوها، دعائنا. امانه 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 يا وفاء، طبعا انت امنتيني ولازم اعمل كده. الله يرزقكم، ادعوا لي بربكم. بربكم يعني بالله عليكم، استاذ ابراهيم وفارس ونوني، امانه عليك ادعوا لي. الله يحفظكم واحبكم والله العظيم، سعوديه وافتخر، وعلى راسنا والله العظيم اهل السعوديه حبايبنا. وعلى راسنا حبيبه قلبي. اجمل دلال يا جماعه، بالله عليكم ادعوا لها ان ربنا يشفيها يا رب ويعافيها، وكل مرضانا يا رب ومرضاكم ان شاء الله باذن الله يا رب. كده ابراهيم خلص، انا كده خلصت. طبعا يعني بصوا، شوف واحدة حبيبتنا كاتبة كومنت لصاحبتها مصرية، كانوا عايشين مع بعض بقالها سنين بتدور عليها. والله يعني بصوا العشرة سبحان الله. العشرة ما تهونش على اي حد، يعني بص بتدور عليها الدنيا كلها، بتقول كانت عايشة معايا الروح بالروح. طبعا يا حبايبنا غاليين، في ناس حبايبي بيقولوا يا عم ابراهيم انت بتقول لنا نص القصة وما بتكملهاش. في حد غالي عليا من مش عارف من تونس ولا من المغرب، بيقولوا انتوا الجزائر. مش عارف، من بيقولوا انتوا المغرب. بتستخفوا بعقولنا. من المغرب لما ما كملتوش قصة الزواج. بصوا لا مش قصة الزواج، قصص تانية. يعني قصص كنتوا بتحكوها بموسم بتقولوا هنكملها وما بتكملش يعني. والله انا مش عارف اكمل ولا عارف ما كملش. انا ربنا وحده يعلم بيا. اقول لكم ليه؟ يعني في حد كان بيحاربني وما كنتش عارف مين الحد ده، تمام؟ فسبحانه وتعالى وصلت للست اللي بتحاربني دي، ومش عارف اقول لكم ايه، اقرب الناس ليا وانا كل ده معرفش. بعدين عرفت ان الست دي يعني اختي بتحاربني ليه. عمال ادور في دماغي، طب انا عملت لها ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ طب ايه اللي جرى؟ اختي دي في واحده ست مبسوطه بتبعت لها فلوس كتير قوي، تمام؟ اول حاجه اختي وجوز اختي والله مش ما عندهم فلوس كتير قوي. جوز اختي يعتبر ابن خالتي، هو شقيقي ابن خالتي، امه خالتي شقيقة امي. عندهم فدان ارض باسمه هو لوحده، فدان ارض طلع كردون مباني، القيراط الواحد ب1,500,000 جنيه. الفدان فيه 24 قيراط، يعني ممكن يمتلك فلوس اكتر من الست اللي بتبعت له دي. يمتلك تقريبا حوالي الفدان ده لوحده حوالي ب36 مليون في حتة على شارع رئيسي، وطلع كردون مباني. اختي دي يا جماعة طبعا جوزها يمتلك على الارض زي ما انا قلت لكم، وبنى قيراط، باني قيراط، يعني ما شاء الله عليه مكلفه جامد قوي. من الست اللي من بره بعت لهم فلوس تقريبا مش عارف اقول لكم والله، مش عارف اقول، مش قادر اتكلم والله. بس اقول لكم ليه اختي بتحاربني ليه. اختي موصله للست اللي بره اللي اخواتها وحشين واحنا بعيد عنها، واحنا بعيد خالص، انا بعيد انا واولادي واخواتي بعيد. موصله للست اللي بره ان اخواتي بيبهدلوها وبيضربوا ولادها وكده. والله ده ابدا ما حصلش. انا فهمت كده بعدين لما الست بتستعطفها تبعت لها فلوس كتيره، تبعت لها. طبعا انا بناشد الست اللي بره
والله دي بتكذب عليكي. الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله قال إذا أردت أن تكذب فعليك أن تتذكر. راجعي نفسك كده، شوف انت مرة سألتيها سؤال ومرة بعد فترة سألتيها نفس السؤال، كذبت عليك ولا ما كذبتش؟ تمام؟ وفي ناس كتيرة معرفش الفلوس بتاعتك راحت لهم ولا لأ. المهم المفاجأة بقى الحبايبي بقى، المفاجأة الكبيرة لحبايبي، ليكوا انتوا يا حبايبي مش لحد تاني. طبعا الست اللي من بره واخدة عني فكرة زي الزفت، انا وولادي ومراتي، هي رسمت لها اللي هنا، رسمت لها الطريق وهي خدت الفكرة دي. ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يفلح عمل المفسدين. ربنا بإذن الله وقع في ايدي فلاشة الست اللي من بره بتكلم اختي بقالها 4 سنين، كل المكالمات وكل الحاجات دي انا الحمد لله لقيتها. اختي كانت بتسجل لها من غير هي ما تعرف، وحكي بلاوي الست اللي من بره، حكي بلاوي على اخوها ومش عارف اقول لكم ايه. اللي كسرني بقى وذبحني الست اللي من بره، مراتي وفاء كلمتها، هي وفاء كلمتها تواصلوا مع بعض، واحنا مره ذكرنا اسمها في فيديو. انا شلت الفيديو ده، عارفين شلته ليه؟ لان مراتي وعدتها، قالت لها انا هشيل الفيديو عشان ذكرنا فيها اسمها، وعشان مراتي وعدتك انا شلت الفيديو بتاعك. وسمعت الفيوزات، انت اتهمتينا انا ومراتي، اتهمتينا بالزور وظلمتينا وافتريت علينا. مسامحينها يا ابراهيم؟ انا مش مسامح، انا في يوم القيامة، لاني انا ممكن اسامح في حقي، لكن حق اولادي، حق متابعيني، المتابعين كانت بتحرض ناس بتشتم المتابعين بتوعي. معلش نسامحها لسبب واحد، ان هي ما سمعتش غير من طرف واحد، لكن لما سمعت من الطرف الثاني ايقنت وتفهمت خلاص. اي فين ايقنت وتفهمت؟ ايوه فهمت يا ابراهيم، فهمت والله فهمت. الله يصلح لهم حال. وانسى بقى يا ابراهيم في دخلة رجب وشعبان ورمضان. انا معلش هسيب الكلام ده لحبايبي هم اللي يقولوا لي. معلش هنسامح. ماشي انا يا ستي هسامح، بس الكلام ده هسيبه لحبايبي. انا عارفه حبايبي، انا اتبهدلت وولادي ومراتي كلنا، وانتوا في ناس حبايبي غاليين عليا قوي برضو اتهانوا، انا ما يرضنيش الاهانه ابدا. وانا وصلت لفيوزات دليل عليها، انا ممكن احط لكم. لا مش هنحط حاجه، مفيش مشكله. انتوا قولوا لي اعمل ايه؟ اطلع ابرئ نفسي بصوتها انها بتظلمني وبتفتري عليا، ولا اكفي على الخبر مجور لا يكفي على الخبر مجور. هم حبايبي اللي يقولوا، هيقولوا زي ما انا ما بقول والله. هم يقولوا لي اللي هيقولوا لي عليه انا همشيه. مش هنكبر المساله، الله يسامحها، انا مسامحاها، الله يصلح لها حالها يا رب ويرزقها من واسع فضله. يكفي ان هي كانت واقفه جنب اختك بس، ايا كان محتاجه او مش محتاجه مش مشكله. حبايبي قولوا لي اعمل ايه؟ انا في حيره بجد. هيقولوا لك يا ابراهيم. اطلع اتكلم واقول لكم اللي حصل 1 2 3 وبالدليل، لا ولا خلي الخنجر مغروس في قلبي واسكت؟ لا يا ابراهيم سامح. ونسيبكم في رعايه الله وامنه وسلامته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.